الشقة دي محتاجة مجهود جبار، أنا مش قادرة أخلص على التنظيف ده ولا بيبان فيها نظافة. ولا يهمك يا نوجة، النهاردة يومك العالمي للراحة، خميس هيوريك التنظيف على أصوله. يلا يلا روح انت ارتاحي وسيبيلي المهمة دي. أنت متأكد يا خميس؟ طب وأنت عارف المنظفات فين والحاجة فين؟ يا بنتي اطلعي انت ما بينها بقى، بس انا هخلي الشقة دي تبرق زي الألماس. ربنا يستر. مش عارف انا يا نوجة، دي محساني التنظيف دوت اتعب حاجة في الدنيا. هو فين ده؟ مش عارف انا. يلا بقى نجهز ادوات النظافة، هنحط شوية كلور على شوية صابون مواعين ونزود عليهم خل. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك مش عايزة تشتغلي ليه؟ تعالي بس هتشتغلي، يعني هتشتغلي. يا مكنسة يا متبردة انتي. ماشي مش هحتاج لك، انا هكنس بالمقشة. هو انا لسه هطلع التراب بره بقى والمه بالجاروف والكلام ده حوار متعب قوي. هدخله تحت السجاده هنا وخلاص، ما هو كده كده مش هيبان عشان يدفينا في الشتاء. انا تعبت قوي بقى، اما اريح شويه وبعد كده اقوم اكمل. يا خميس ايه اللي حصل في البيت ده يا خميس؟ دي الشقة اتبهدلت أكتر مش اتنضفت. بلا يا جماعه حلوه ايه، سيبيني بقى انام شويه عشان تعبان. وانتي اوعي تخلي جوزك يساعدك في تنظيف الشقة، هتبقى النتيجة كده. باي.